السلام عليكم. جبت لكم اليوم الفقاص اليومي اللي كتقلب عليه كل سيدة ديروا لوليداتها او الضيوف ديالها، كيحمر الوجه. الوصفة غزالة وغير مكلفة، تبارك الله. كيجي حبة على حبة، ما كيتفرتش بزاف، ما كيتهرش. غتشوفوا معايا الطريقة بالتفصيل وحتى المقادير. اكيد غيعجبكم وغتجربوه وغينجح معاكم، وخا يكونوا نساء غيجربوه لاول مره، او حتى المبتدئات غينجح معاهم من اول تجربه. ندوزو للمقادير. عندي 6 ديال البيضات، كنستعمل 5، وحده كنخلي الصفار ديالها للتزيين. عندي زلافه صغيره ديال سنيده، شويه النافع، زلافه صغيره ديال الزيت، الزنجلان، قبيصه الملح، زلافه صغيره ديال كاوكاو او الفول السوداني. عندي نص كاس ديال المزهر، عندي الدقيق حسب الخليط، خماره وحده ديال الحلوى، وواحد فاني. هادو هما المقادير، غير مكلفه. بالنسبه للفول السوداني او كاوكاو كيكون خضر، هذاك البلدي كنقطعوه على جوج. كندير البيض في واحد الخلاط كهربائي، كنخلي وحده الصفار ديالها للتزيين، كنضيف سنيده زلافه، كنضيف الزيت كما كيبان لكم، زلافه صغيره ما تكونش كبيره. وهاد المقادير هادو تبارك الله راه خرجوا ليا واحد الكميه كبيره ديال الفقاص. كنميكسي كل شيء في الخلاط الكهربائي. كناخذ واحد القصريه كندير فيها الزنجلان والنافع، كنصب الخليط اللي عندي، كنحرك بواحد الفوي غير بشويه، كندخل النواشف بشويه بشويه كما كيبان لكم. كنضيف الكاوكاو اللي مقطع عندي كما كيبان لكم، غير بشويه كندخل الخليط. كنضيف مزهر نص كاس، ومزهر خصو يكون الاصلي باش كيعطي واحد النكهه زوينه، واحد الطيبه لهاد الفقاص، وحتى الريحه زوينه، وكيحيد السفوريه ديال البيض. كنبقى نضيف الدقيق، دقيق الفورس يكون مغربل مزيان. طبعا الجوده ديال خاصو يكون من النوع الجيد. كنضيف الفورس غير بشويه بشويه كما كيبان لكم الصوره. كندخلو بواحد الفوي، نستعمل يدي ماشي مشكل. كنطرب اصفر البيض اللي عندي، كنضيف ليه شويه ديال الحليب وقهوه سريعه الذوبان، واحد المعلقه صغيره. كنحرك مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط باش كنزينو به الفقاص. كناخذ الخليط اللي عندي او العجينه ديال الفقاص اللي عندي، ما كتكونش مرخوفه وما كتكونش قاصحه، بين وبين كما كيبان لكم. نديرها على شكل حرابل هكا كما كيبان لكم. كنوضعها في اللاطه اللي كتدخل الفرن، وكندهن كل قطعه بالخليط اللي عندي ديال اصفر البيض وقهوه سريعه الذوبان والحليب. كندهن المره الاولى وكنعاود ندهن المره الثانيه باش كتعطي واحد اللون زوين للفقاص كما كيبان لكم في الصوره. من بعد كناخذ واحد الشوكه او فورشيط، وكنبقى ندير خطوط باش كنزين، خطوط مائله من الجهتين باش كنزين الفقاص. من بعد ما كنتهي كندخلو الفرن معتدل الحراره، ويكون شاعل من الفوق ومن التحت ومحلول شي شويه باش ما يطرطقش لينا الفقاص. ها هو تبارك الله دابا بان طاب لينا هاد الحرابيل. كنخرجوهم من الفرن، شوفوا اللون الذهبي. كناخدو واحد السكين يكون حاد وكنبقاو نقطعو من بعد ما كيبرد لينا الفقاص، حتى كيبرد على الخاطر.
كنبقى نقطع. شوفوا كنقطعوه بسهوله ما كيتفرتش معانا لانه شاد راسو. حتى ديك التخليطه اللي درنا وهذا خلاتو ما يتفرتش معانا. الا تبعتوا الطريقه بالضبط والمقادير راه ما غيتفرتش معاكم، غيجي وحده على وحده وغيخرج لكم كميه كبيره ديال الفقاص. وهذاك الكاوكاو اللي كيبان لكم مازال خضر، ملي غنعاود ندخلوه للفران غادي يذهب وغيولي مقرمش واحد البنه. يا سلام، غير جربوه ما غتندموش عليه، راه كيجي بنين بزاف. وانا شخصيا كنفضلو على الفقاس اللي كنستعملوه، الفقاس البلدي اللي كنستعملوه بالزبيب وكنديروا فيه اللوز. هذا غير ديال الكاوكاو بوحدو راه عرفتي كيجي غزال. شوفوا كميه التفرتيت اللي خرج ليا او الفتاوت ماشي بزاف، والكميه كبيره ديال الفقاس. هذه غير طاوه صغيره اللي كتبان لكم. ديجا دخلت 2 لاطات الفران تبارك الله حتى كيتذهب. كنقلب فقاس كرد ليه البال في الطياب، كنقلبو الجهه الاخرى، ومن بعد كنحصل على فقاس اللون ديالو مذهب والبنه يا سلام غزال. الا جربتوه ما غتندموش عليه وغيولي عندكم معتمد حتى في الاعياد والمناسبات. انا شخصيا ما كيخطانيش من الدار لانه غير مكلف، وكتشربيه مع قهوه ديالك ولا كديريه لوليداتك في الكوتي، كتقدميه للضياف ديالك بوجهك احمر. وفوق هذا الشيء كيوجد بسرعه، ما كيمحنش وكيجي غزال. هانتوما كتشوفوا على عينيكم، الا جربتوه ما غتندموش وغتشكروني عليه. بالصحه والراحه. بغيتي ملي تمشي لاي بلاصه كيف ما بغات تكون تثبت الوجود ديالك بلا ما تقول حتى كلمه. لغه الكاريزما، لغه الغموض. تعلم تسكت، تعلم ما تهضرش. كل ما سكتي وكل ما هضرتيش كل ما كتخلي الناس يجيهم الفضول يبغيو يعرفوك انت شكون. وكل ما سكتي وكل ما هضرتيش كل ما كتحمي راسك. وكل ما سكتي وكل ما هضرتيش كل ما كتخلي الناس ما كيقراوكش وما كتكونش كتاب مفتوح. وكل ما بقيتي ساكت كل ما انت كتقرا الناس بزاف بعينيك، لان اللي كيهضر بزاف كيطلق خوراقيه. اصنع المجد لنفسك في الخفاء. ستوك 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 ستوك، خدام سيلونسيو، وخلي الانجازات ديالك هي اللي تهضر عليك، لاننا حنا ولينا كنعيش